السلام عليكم حبايبي، شلونكم؟ ان شاء الله كلكم بصحة وعافية. تعالوا وياي ناخذ نتيجة مبرهنة 7. يقول إذا تعامد مستويان، نرسم مستويان هالشكل مثل ما علمتك. نجي خط مو عدل مائل، نجي خط مائل كمل هيك. حجي خط هنا بهالشكل بالنص، وتجي خط عدل، وتجي خط ثاني ما يوصل إلى حده. هاي مستويان. هذا المستوي شو اسمه استاذ؟ هذا اكس. وهذا المستوي شو اسمه استاذ؟ واي، مثل ما اخذت المبرهنة. اذا تعامد مستويان اكس، مستوي اكس اخلي له قوس حتى يعني معناه مستوي عمودي على المستوى واي. طبعا هاي المعطيات، مستوي اكس عمودي على المستوى واي. بعد اكس مستوي اكس تقاطع المستوى واي، يتقاطع وين المستوى واي. وين التقاطع استاذ؟ تقاطعهم هنا. هذا مستقيم التقاطع شو اسميه؟ اي بي. كيفك شو اسميه؟ سميه اكس تقاطع واي هو المستقيم. اعيد، اذا تعامد مستويان، مستوي اكس عمودي على المستوى واي، بعد اكس تقاطع واي هو هذا، هو هذا المستقيم. هذا المستقيم شو اسمه؟ شو اسميه؟ اي بي. يتقاطع بالمستقيم اي بي، يتقاطع بالمستقيم اي بي. هذا فاكس تقاطع واي، مستوي اكس تقاطع واي هو المستقيم اي بي. هذا زين. بعد فالمستقيم اذا تعامل، فالمستقيم المرسوم من نقطة في احدهما. تعال خلينا نرسم مستقيم من نقطة في احدهما. هذا المستقيم حرسمه سي دي. السي هي محتوى مرسوم من نقطة في احدهما. نقطة وين؟ احدهما. نقطة هاي سي محتوى بواي. بعد سي دي، مستقيم سي دي، فالمستقيم مرسوم من نقطة في احدهما عموديا على المستوى الاخر. يعني السي دي عمودي على المستوى الاخر. شو اسمه المستوى الاخر؟ اكس. واضحة؟ اعيد، اذا تعامد مستويان، مستوى اكس عمودي على واي، واكس وواي تقاطعهم، هذا مستقيم التقاطع اي بي. اكس تقاطع واي هو المستقيم اي بي. بعد فالمستقيم المرسوم، راح ارسم مستقيم من نقطة في احدهما. سي رسمته من نقطة، هاي نقطة سي وين؟ بأحدهما. سي محتوى بواي. مستقيم رسمته من نقطة سي، شو سميته؟ سي دي. سي دي شو يكون؟ المستقيم المرسوم من نقطة في احدهما عموديا على المستوى الاخر. سي دي عمودي على المستوى الاخر. شو اسمه المستوى الاخر؟ اكس. جيت على الشغل على الواي، فالسي دي عمودي على المستوى الاخر اكس. زين. شو يقول؟ يقول يكون. قلنا ورا كلمة يكون حيصير المطلوب اثباته. تعال، المطلوب اثباته. شو المطلوب اثباته استاذ؟ المطلوب اثباته انه السي دي، هذا المستقيم سي دي شو يكون؟ يكون محتوى في السي دي. محتوى بمن؟ سي دي محتوى بواي، بالمستوى واي. بعد يقول فالمستقيم، اعيد الكلام، المرسوم من نقطة في احدهما. النقطة سي محتوى وين؟ نقطة في احدهما محتوى بواي. شو اسم المستقيم؟ سي دي. يكون عموديا على المستوى الاخر. سي دي عمودي على اكس، يكون محتوى فيه. سي دي يعني محتوى فيه. من هو استاذ؟ يا هو في احدهما اللي هو واي. سي دي محتوى بواي. مطلوب اثبات سي دي مستقيم محتوى بواي. بعد استاذ انطيني البرهان. اعطيك البرهان، يلا. البرهان، البرهان حسوي عملية عكسية، عكس المطلوب اثباته. شلون استاذ؟ اقول اذا
إذا لم يكن سيدي محتوى بواي، عكس هاي، عكس المطلوب إثباته، مو سيدي محتوى بواي مطلوب إثباته. إذا قلت لك إذا لم يكن سيدي، لاحظت الوضعية؟ إن شاء الله خير. يلا اعذرونا حبايب شوية صبورة. هسه إذا لم يكن سيدي محتوى بواي، ما محتوى بواي، هذا السيدي ما محتوى بواي. زين ايش راح اقول له؟ نرسم شنو هو استاذ؟ شو راح ترسم؟ حرسم سي اي. شوف احنا عليه اوضحها بقلم ثاني. راح ارسم سي اي، راح نرسم سي اي. حترسم سي. شنو استاذ هذا السي اي؟ نرسم سي اي مستقيم سي اي. هذا اللي رسمته يا استاذ وين موجود؟ سي اي حيكون هو محتوى بواي. اذا لم يكن هذا السي دي محتوى بواي حرسم سي اي محتوى بواي. السي اي شبيه استاذ؟ السي اي هذا عمودي على مستقيم التقاطع اي بي. سي اي رسمته محتوى بواي وسي اي عمودي على اي بي. منو قال استاذ السي اي عمودي على اي بي؟ سي اي هو محتوى بواي. منو يقول السي اي عمودي على المستقيم اي بي؟ يقول في المستوي الواحد يمكن، اي مستوى واحد يمكن رسم مستقيم وحيد. ولهذا قلت لك اذا سيدي مو محتوى بواي، هذا السيدي مو محتوى بواي، يعني مستقيم وحيد اللي حق ارسم. رسمت سي اي وين؟ محتوى بواي. في المستوى الواحد اقدر ارسم مستقيم وحيد اللي هو سي اي محتوى بواي. هاي ما موجود، كانما هذا خلينا نقول منقط، هذا ما موجود، مثل كانما خيالي. فاعتبره موجود، فرسمت سي اي محتوى بواي. لان اذا لم يكن سي دي موجود، سي اي محتوى بواي وسي اي عمود على منو؟ عمود على الاي بي المستقيم مع التقاطع. ففي المستوى الواحد اقدر ارسم مستقيم وحيد شبيه عموديا على مستقيم فيه من نقطة معلومة. عمودي على مستقيم فيه هذا الاي بي من نقطة معلومة. من هي الاي. زين بعد استاذ هسه هنا اقدر اقول السي اي عمودي على اكس، اقدر اقول السي اي عمودي على المستوي اكس. هذا السي اي يصير اي. من يقول السي اي عمودي على اكس؟ وضح لي استاذ. منطوق مبرهنة 7 قال السي اي، هذا السي اي اذا جزء من واي والسي اي عمودي على مستقيم التقاطع اي بي، فالسي اي هو شنو؟ هو عمودي على اكس. شنو المنطوق؟ يقول اذا تعامد منطوق مبرهنة 7 مستويان فالمستقيم المرسوم في احدهما. من هو هذا المستقيم المرسوم في احدهما؟ السي اي. وين مرسوم في احدهما؟ السي اي مرسوم وين؟ بواي. فالمستقيم المرسوم في احدهما السي اي مرسوم بواي، والعمودي على مستقيم التقاطع. منو مستقيم التقاطع؟ اي السي اي عمودي على اي بي على مستقيم التقاطع. شو يكون عموديا على المستوي الآخر. فالسي اي يكون عمودي على اكس، سي اي عمودي على اكس. واضح استاذ؟ زين السي اي عمودي على اكس. اجي على المعطيات شويه، تعال وياي هنا. أنا بس اثبت لي هنا، اكتب لي هنا يقول اذا تعامد مستويان، فهاي اعطيها بالمعطى. ما دام متعامد مستويان اكد لي اياه، قول له المستوي اكس عمودي على المستوى واي. هاي ايش نكتب عليها؟ وين؟ معطى. هاي بالمعطى.
زين، لان اذا تعامد مستويان اكدها اكس عمودي على واي بالمعطى. زين استاذ عيد لي الكلام من جديد. شوف البرهان يقول اذا لم يكن سيدي، نقبته سويته وهمي، سيدي مو جزء من واي، مو جزء من واي، فاني حرسم سي اي جزء من واي وسي اي عمودي على اي بي. رسمت سي اي، نرسم سي اي جزء من واي، مستقيم سي اي جزء من واي وسي اي عمودي على اي بي. منو قال لك استاذ تسوي هيك؟ لان في المستوى الواحد اقدر ارسم مستقيم وحيد عمودي على مستقيم التقاطع من نقطة معلومة، من نقطة معلومة، عمودي على مستقيم فيه من نقطة معلومة. زين هسه استاذ السي اي اقدر اقول عمودي على اكس؟ اي، لان اذا السي اي جزء من واي والسي اي عمودي على اي بي حيكون عمودي على المستوى الاخر. منو يقول هيك؟ يقولها منطوق مبرهنة 7 سي اي عمودي على اكس، لان اذا تعامد مستويان فالمستقيم المرسوم في احدهما سي اي مرسوم بواي، والعمودي على مستقيم التقاطع اي بي، هذا اي بي يكون عموديا على المستوى الاخر اللي هو اكس. زين هسه استاذ اجي للمعطيات، اسحب نفسي للمعطيات، انتبه انه هنا السي دي عمودي عن يمين على اكس، السي دي هذا مستقيم سي دي وهذا مستقيم سي دي عمودي عن يمين على اكس. يصير استاذ السي اي عمودي على اكس والسي دي عمودي على اكس، هذا يصير هذا استاذ، يعني عندي هذا عمودي عرفته على اكس، وبالمعطيات السي دي عمودي على اكس، هذا معطى، هذا مين اخذته استاذ؟ هذا معطى، هذا معطى. زين وهذا انا توصلت لي، يصير مستقيمين ارسمهن بمستوى معين وعموديات على المستوى الاخر، هذا خلاف مبرهنة 7. ما يصير تقول خلاف شنو؟ قلنا في المستوى الواحد يمكن رسم مستقيم وحيد، هذا مو مستقيم وحيد، صار مستقيمين عموديات على اليمين على المستوى الاخر. زين هسه استاذ هذا وهذا غير ممكن، وهذا غير ممكن، ما يصير، وهذا غير ممكن. ليش؟ يقول بالمستوى الواحد يمكن رسم، شوف لأنه في المستوى الواحد يمكن رسم مستقيم وحيد عمودي على مستوى معلوم من نقطة لا تنتمي إليه. يقول بالمستوى الواحد يمكن رسم، بالمستوى الواحد يمكن رسم مستقيم وحيد عمودي على مستوى آخر اللي هو إكس من نقطة لا تنتمي إليه. زين هسه أوصل إلى قناعة إنه هذا السي اي يساوي السي دي، هذا هو نفسه هذا، لأن ما ممكن يكون مستقيمين، لازم مستقيم واحد بيني. هذا الشخص نفسه، شلون محمد زين وابو جاسم، هذا محمد وهذا ابو جاسم نفس الشخص طبعا. فمن اوصل الى هاي القناعة اقدر اقول هنا ما دام هذا الشخص نفس هذا الشخص، اقدر اقول انه السي دي، لان مو السي اي انا عندي هو نفس السي دي، السي دي انا قايل لك السي اي محتوى بواي، نرسم سي دي محتوى بواي، فاقدر اقول هذا مو السي دي محتوى بواي، طلع نفسه هو السي دي، اقدر اقول السي دي ترى محتوى بواي، وهذا واو ها ميم، وهو المطلوب.